اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح السكر، صباح الهنا، صباح العسل، صباحكم معطر بذكر الله. أحلى وأجمل إخوات ومتابعين في الدنيا. النهاردة إن شاء الله هنعمل أكلات اقتصادية بقى، ما فيهاش لحمة كتير، ما فيش ممكن ما يكونش فيها لحمة خالص، بس أكلتنا النهاردة لايك وشير وسبسكرايب جميلة جدا جدا جدا. تعالي بقى نشوف. طبعا بناء على طلب حد معين فانا عملت الاكله دي. طبعا اغلبنا بنكون عارفينها، بس في بنات لسه سنه اولى مطبخ، لسه بنات صغيرين لسه مخلصين كلياتهم، داخلين بقى زي ولادنا كده. المهم ان احنا هنعمل الاكله سهله جدا وسريعه جدا ومش مكلفه خالص خالص خالص. ممكن بربع كيلو لحمه بس هتعمليها، ممكن بنص كيلو هتعمليها، وطبعا هتفرض معاكي اكلات كتير. نصلي على الرسول ونستغفر الله ونشوف احنا هنعمل ايه. معايا هنا بطاطسيتين اتنين، مش كتير اهو، اكلات اقتصاديه. عندنا كلنا بطاطس وكلنا طالعين من العيد طبعا، وعندنا لحمه، او ما عندكيش لحمه هتعمليها بفراخ. نصلي على الرسول. وطبعا كلنا في انتظار نتيجة الثانوية العامة والأزهرية. اللهم اجعل بيوتهم وقلوبهم مليانة بالخير والفرحة والسعادة والهنا، ويحققوا كل اللي يتمنوه. اللهم امين يا رب العالمين. حب الخير لغيرك، ربنا هيشخص لك حد كده، او يشخص لك الملائكة يحبوا لك الخير ويتمنوا لك الخير، وساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك بالخير بإذن الله. ما حبتيش الخير لحد واتبعتي خطوات وعيوب ومميزات وتراقبي في الناس وتشغلي نفسك بيهم، صدقيني ما انتش هتكسبي في اي حاجة. اه والله هتخسري نفسك. عايز تكسبي نفسك، خليكي دايما في حالك، خليكي ما تتكلميش على حد، خليكي كل ما تشوفي خير عند حد قول اللهم زيد وبارك. كل ما تشوفي حد بيتمنى حاجة قولي ربنا يحققها لك. لو صاحبتك او اختك او جارتك قالوا لك انا نفسي اعمل كذا كذا، ربنا ينولها لك، ربنا يكرمك بيها، ربنا يوسع رزقك. شفتها جابت حاجة جديدة قولي ربنا يوسع رزقك، رب ما شاء الله. الكلام الجميل ده بيفرق كتير جدا. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا كل الحاجات دي بحالها، فاحنا دايما نسيب وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ونتبع خطوات الشيطان، اللي هو ايه؟ اللي هو ان احنا نبص للغير. ممكن العين تحسد من غير صاحبها ما يكون بيحسد، وما يكونش في نيته يحسد، بس العين بصت واتمنت واشتهت، فما ينفعش. فحرام بجد يا جماعة، بجد بجد. يعني في ناس كتير جدا متبهدلة بسبب الحسد وسبب الغيرة والحقد اللي في القلوب. نظفوا قلوبكم يا ناس. كل واحد عارف بجد حد مش كويس في الموضوع ده ينظف قلوبه من جوه. حرام بجد، حرام. في ناس متبهدله وهنقابل ربنا يقول له ايه؟ احنا حسدنا عشان احنا ما رضناش باللي انت كتبه لنا. كل واحد بياخد نصيبه وكل واحد بياخد رزقه. ده رزق انسان وانسانه، ما نبصلوش نهائيا، عشان برضو ربنا سبحانه وتعالى ما يشخص لكيش حد يبص لرزقك، وساعتها انت تتبهدلي نفس كاس وداير، وكما تدين وتدان. عايزه اقول لك احنا عملنا ايه بقى في الاكله بتاعتنا، لان انا بصراحه الكلمتين دول كانوا مضايقني جدا بقالي فتره، يعني متضايقه جدا منهم. اول حاجه حطينا شويه الماده الدهنيه بتاعتك، زيت او ايا كان. بعدها حطيت معلقه كبيره من الثوم، وبعدها جبت شويه التوابل اللي عندي بقى. اي توابل انت عندك بقى. انا عندي 7 بهارات دايما يعني لا استغناء عنهم، وحبه فلفل اسمر وورق لوري، وان كان في حبهان حطي، ما فيش انت حره. طبعا ال7 بهارات بيبقى مطحون فيها. وكمان عندي قرنين فلفل كده، ما هم مش او شطه مش حراقين، انا بحب احطهم بيدوا طعم جميل. عندي صلصه جاهزه اللي هي البصل والطماطم، دايما مسبكاهم عندي. طب انا ما عنديش يا رشا، هتعملي البصل والطماطم صلصه زي اي صلصه، وهتحطيها برضو على التومه كده. انا حبيت اديها نفس بس. بعد كده غليت شويه ميه من الكتل، وحطيت المعيار اللي انا عايزاه. طبعا هيحتاج معيار قد كده، اكتر من كده. بس طبعا الكفته انت متعرفيش هي تحتاج اكتر ولا لا. بس زي ما انت شايفه معايا هنا كده خلاص هي غلت. هحط بقى المعلقه قدام الكفته وانا بعملها عشان ما تنطورش او تطرش عليا وعلى هدومي او الحاجات اللي حواليه. فدايما خلي بالك من الحاجات الصغيره دي يا بنوته يا عسوله اللي بتسمعيني. تعالي بقى نشوف احنا هنعمل ايه بعد ما الكفته. طبعا لازم تدوقي
ملح بتاعك وتظبطي ملحك وحاجتك كده. وبعد كده بتسيبيها تغلي بقى غلوة واحدة. طبعا الكفتة انت ما تضمنيش لو انت لسه اول مرة تعمليها، اقصد يعني كل طبخة ولها طريقتها. يعني انت ممكن تعمليها المرة اللي فاتت تكون خدت منك طياب كتير جدا، والمرة دي ما تاخدش منك طياب وتنفرط منك. فانت دايما لازم ايدك ودماغك شغالين في مطبخك ومركزة في حاجتك انت. طبعا هنجيب البطاطس اللي احنا قطعناها مكعبات وغسلناها طبعا وحطيناها عليها المية ونضفناها، هنحطها بعد الغلوة الاولى كده في الكفتة. بعد كده هننقل بقى الصينية او الحلة اللي معانا دي على العين اللي ورا كده بالطريقه دي، وهنعمل الرز بشعريه. صدقيني الرز بشعريه دي ما شاء الله اللهم بارك، انا ابني بيحب دايما العيش ويحب ياكل اي حاجه بالعيش، فالمره دي بيقول لي يا ماما حاسس ان الرز فيه حاجه مختلفه وحلو جدا. طبعا يعني انا بقالي فتره ما طبختش وولادي الصغيرين هما اللي بيطبخوا، احنا في اجازه. وطبعا بما ان انتي في اجازة، فدايما تخلي ولادك اللي هم في اعدادي وثانوي وكلية لازم يدخلوا المطبخ ويشوفوا انتي بتعملي ايه واكلاتك ايه وهتعملي ايه وتطبخي ايه. انتوا ملاحظين ان انا ما بصورش كتير لان احنا في اجازة، تمام؟ وولادي هم اللي بيطبخوا وانا عايزه اعلمهم يطبخوا. فدايما ده سبب غيابي عنكم، ان انا اساسا ما بدخلش المطبخ وبطبخ كتير. فقلت النهارده بقى اعمل لكم اكله لانها طلبت مني بجد. كنت في مشوار وحد قال لي الكفته والبطاطس حلوين وكلام من ده ومش عارفه ايه، واول مره اشوف الاكله دي. فقلت لها تابعيني بقى على القناه وان شاء الله هتشوفي الاكلات الاقتصاديه. وقالت لي بحب الاكلات اللي هي تحت ايدينا، ما بحبش الحاجات الخارجية عن مطبخنا والحاجات اللي هي. شايفين انا عملت ايه دلوقتي؟ انا حسيت ان الكفتة شربت شوية المية اللي احنا حطيناهم في الاول، فكنت طبعا غليت مية وزودتها. بما ان انتي عملتي اي نوع من انواع اللحوم فلازم لازم او البروتين عامه لازم وهو بيغلي او يستوي لازم تزوديه ميه سخنه، حتى لو انت بتعملي فول مدمس، تمام؟ عشان ما يقفش معاكي ويغيب معاكي في الطياب، لانه بياخد صدمه البروده فبيرجع تاني ولا كانه استوى. فحاولي بقدر الامكان ان انت تاخدي المعلومه دي من الناس اللي هي التمانينيات. صدقيني هم التمانينيات هم من بدايه التمانين كده لو انتي لحد التسعين، هم دوم اللي بيعرفوا الايام دي يطبخهم جامد. هتقولي لي التسعينات بقى، هقولك ما عادوش بيقدروا يدخلوا المطبخ. هتقولي لي ايه، مش التسعينات، لا السبعينيات، هقول لك مش هيقدروا يخشوا يدخلوا المطبخ يعملوا حاجه. هما بدايه التمنيات اللي هما في الاربعين والخمسة واربعين وقبل الخمسين، دول هما اللي ممكن يقدروا يدخلوا المطبخ وتاخدي منهم المعلومه كويس جدا. فالطبيخ ده فن يا جدعان، وطعم وريحه ونفس. فلازم انتي تركزي كده ايه في مطبخك وتركزي في حياتك. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا وانتي شغاله في مطبخك لازم تذكري الله، تستغفري الله. طبعا احنا حطينا ايه دلوقتي؟ حطينا معلقه من السمنه وزيت عشان طبعا النفس والطعم والريحه وكلام من ده. وبعد كده حمرنا الشعريه، وبعدها طبعا شوشو بنتي كانت واقفه معايا غسلت المواعين. مش بقول لكم انا دلوقتي في الاجازه دي يعني الحمد لله بفضل ربنا، ربنا كرمني وولادي كبروا فبيريحوني شويه، عقبال كل اللي عندهم اطفال صغيرين يا رب. فغسلت لي المواعين وجبت الرز وقلت لها ادخلي بقى ايه اغسليه ونقيه ونضفيه كده وخليه حلو. فعلى ما حمرت الشعريه قامت سخنت الميه كمان في الكتل، كانت غسلت لي الرز وخليته فل شمعة منورة. شوشو دي عسل. المهم بقى بعد ما خلصنا بقى العقد بتاعك كده، تحطي بقى حبة فلفل على فكرة او مرقة دجاج. بعد كده بتعملي العقد بتاعك، تحطي الملح. طعمه جميل، ريحته جميلة، مفرفر وحلو زي العسل. شايفين؟ قولوا شايفين. شامين؟ قولوا شامين. ريحته حلوة قوي 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 ما شاء الله اللهم بارك. طبعا الرز بشعريه بيتاكل مع البقوليات كلها، مع الاكلات اللي بصي احنا بنحبه عامه في كل الاكلات. طبعا السمك لا،
ان ما ينفعش معاها رز بشعريه. وزي ما انت شايفه معايا هنا كده بقى ايه، في ناس قالوا احنا هناكل يا ماما، وفي ناس قالوا احنا مش هناكل يا ماما. فانا قلت انا هغرف طبق واحد عشان ما يبردش ونهدر في الموضوع، ومنين ما يحبوا يقوموا يغرفوا. طبعا هنروح بقى ايه، غرفنا الرز، وزي ما انت شايفه معايا هنا كده هو استوت ما شاء الله. تعالوا نشوف كده استوت ولا بتضحك علينا. والصلصه تقيله زي اللي طعمها حلو جدا، شايفين؟ الله الله الله. والبطاطس ايوه هو ده. بألف هنا وشفا لكل اللي كان ليه نصيب واكل، وبألف هنا وشفا للي هيعملها. بحبكم كتير، واي اكلات يا ريت يا ريت لو مش هتقابلوني في اي مكان تقولوا لي احنا عايزين اكلات ايه، يا ريت تسيبوا لي كومنت يا على الفيس يا على اليوتيوب. وكمان يا جماعه لما بقول لكم تابعوني على القناه، ناس كتير جدا بتروح تتابعني على الفيس وتسيب القناه. يا جماعه انا بنزل الفيديو هنا الاول وبعد كده الفيس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا ده الخيار احنا ما خدش 3 4 ايام واستوى بيقرقش وزي العسل. هتقدمي بقى، ولو عايزه سلطات قدمي كده يعني. فانا هغرب بقى لولادي كده، اللي عايز ياكل ياكل، ما ياكلش ما ياكل، على ما باباهم يجوا. ما تنسنيش في اللايك والشير وسبسكرايب. سلام.